ليه الفانوس يعتبر واحد من أهم المنتجات في العالم؟ الحقيقة إن الفانوس خرج من كون وحدة إضاءة، يعني هدفها الإضاءة بس، لرمز وأيقونة. والتاريخ هنا بيحكي لنا 3 حواديت عنه. أولهم وهو خروج الناس لاستقبال المعز لدين الله الفاطمي. تاني حدوتة إن الحاكم بأمر الله أمر بتعليق الفوانيس في جميع شوارع القاهرة كنوع من التعبير عن الفرحة. أما بقى تالت حدوتة ويمكن تكون الأغرب، إن الستات ما كانوش بيخرجوا من بيوتهم في عصر المعز الدين الله الفاطمي إلا وقت رمضان. ولما كان ده بيحصل كان بيمشي قدام منهم ولد صغير ماسك فانوس علشان ينبه الرجالة بره إن هم يغضوا بصرهم، يعني عشان في ستات ماشية وراه. وبرضه مش ده الغريب، الغريب إن إزاي الفانوس مكمل لحد وقتنا هذا، خصوصا إن هو كونه ما خرجش عن لمبة، هو يعتبر لمبة. طب يا ترى ليه كل الهيصة دي على حاجة مش بتقدم وظيفة غير بس إن هي وحدة إضاءة؟ مش بس كده، ده أصبح تجارة كبيرة. تخيل إن في مناطق كاملة وورش وصناعية فاتحين بيوتهم من الشغلانة دي. مش بس كده، ده هما بيورثوا المهنة دي أبا عن جد. الغريب إن هما بيفضلوا يجهزوا للموسم ده قبليها ب9 أو 10 شهور على الأقل، يعني يا دوبك يخشوا رمضان يعجدوا من هنا يجهزوا رمضان اللي بعده. خد دي بقى، انت متخيل ان حجم مبيعات الفوانيس تقترب من المليار جنيه سنويا؟ اه والله. هنا بقى نقف وقفه، ادام فيها فلوس وصلت الارقام دي، في حد حشري لازم يدخل في اللعبه دي. ونبص نلاقي ان الفانوس الصيني نسبته تخطت 70% من السوق المصري، وبنستورد بحوالي يعني 30 مليون دولار كده ولا حاجه. ورغم انهم منعوا ده في 2015 الا ان التجار رجعوا تاني دخلوه تحت بند يعني ان هي دي العاب اطفال. يا ساتر، هو في كده؟ الموضوع يا صديقي بيثبت لك اننا لما بنشتري اي منتج مش بنشتري منتج بس لوظيفته، ولكن احنا بنشتري حالة، بنشتري مشاعر، بنشتري فايب بنعيشه، حاجة كده بتفكرك بزمان وليالي زمان. عشان كده الفانوس على الرغم انه بيتطور الا انه لسه محافظ على جماله ورونقه واصالته. وانت كمان قول لي ايه اكتر فانوس جالك وانت حبيته، وما تنساش تكتب لي. ينصر دينك يا أستاذ خليفة. وهنا سألت نفسي